بسبب فيديو إباحي إقالة مسؤول كبير باتحاد الكرة المصري. أعلن اتحاد الكرة المصري إقالة مسؤول كبير بالاتحاد بعد ثبوت تورطه في فضيحة جنسية مع سيدة متزوجة موثقة بالفيديو. وفي التفاصيل، قرر الاتحاد يوم الخميس إقالة المسؤول بعد تقدم محامي زوج سيدة عشرينية ببلاغ للنيابة العامة يتهمه فيه بارتكاب علاقة غير شرعية مع زوجة موكله. وكشف الدكتور أحمد مهران محامي الزوج تفاصيل الواقعة، وقال أنه تقدم ببلاغ يتهم زوجة موكله والمسؤول الإداري الكبير بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب المسؤول عن الكرة النسائية وعضو لجنة المسابقات، بالقيام بجريمة الزنا، مضيفا أنه تقدم مقطع فيديو للزوجة والمسؤول يثبت قيامهما بعلاقة جنسية داخل شقة وسط القاهرة. وكشف الفيديو الذي تبلغ مدته 43 دقيقة الزوجة والمسؤول الكبير داخل الشقة. وفي المقابل قررت السلطات المصرية التحقيق في الواقعة واستدعاء الزوجة للاستماع لأقوالها، وكذلك استدعاء المسؤول الكبير باتحاد الكرة المصري.